ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. لما بصيت كده على الوصفات اللي عملناها مع بعض اكتشفت ان احنا ما عملناش مع بعض وصفات سي فود كتير مع بعض. فقررت بقى لما ارجع لكم بوصفة سي فود تكونوا سفرة محترمة كده من السي فود معمولة بمزاج وبحب. كل اللي انتوا شايفينه قدامكم في الصورة ده هنعمله مع بعض على مدار الفيديوهات، بس حبيت ابدأ معاكم النهاردة اول فيديو في الفيديوهات السي فود بشوربة الجمبري. يعني شوربة المزاج والنقنقة والقزقزة كده، شوربة معمولة بحب مظبوطة بالملي، احلى من احلى مطعم هتاكلوها فيه. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نعمل احلى شوربة جمبري مع بعض. هنبدأ بالمقادير بتاعتنا. عندي جمبري مغسول ومتنضف كويس جدا، يكون فريش كده وطازة. عندي بصلاية صغيرة مفرومة ناعم، حبة متوسطة من الجزر برضو يكون مبشور ناعم، حبة من الطماطم متشال منها البذر متقطعة مكعبات صغيرة، معلقتين كبار من الشبت وعصير الليمون، وعندي كمان كزبرة ناشفة، فلفل اسود، ملح وكمون وتوم مفروم. تقريبا مقدار نص معلقة صغيرة من كل حاجة ما عدا الملح، هو اللي معلقة صغيرة مليانة. هي دي كل المقادير، بس هتطلع لكم شوربة مظبوطة زي اللي بتاكلوها في المطاعم واحلى، معمولة كده بمزاج وطعم خطير. الاول بس عايزة اوريكم تركة مهمة جدا في تنظيف الجمبري. انا الجمبري نضفته قبل الفيديو، بس هوريكم لو انتوا هتنضفوه ازاي نشيل الحبل الرملي منه بكل سهولة وبساطة. هنيجي من عند الراس بتاعة الجمبري وهنعد خط 2، عند الخط الثالث هنجيب عود خشب او خلة اسنان بالشكل ده وهندخله، بكل سهولة وبساطة هتسحبوا الحبل الرملي من غير اي تعب، من غير ما تفتحوها بالسكينة ولا اي حاجة. بعد 3 خطوط من عند الراس وبندخل العود الخشب، بتطلعوا الحبل الرملي بكل سهولة. يلا بينا كده نبدأ مع بعض عشان نعمل الشوربة. هنجيب طاسة أو حلة، هحط فيها شوية من الزيت أو ممكن تضيفوا مكعب من الزبدة، بس هو الجمبري طعمه لوحده دسم ومليان كده بالنكهات، مش محتاج حاجة تانية. بعد ما الزيت بتاعي سخن نزلت بالبصلاية المفرومة ناعم، بصلاية تكون صغيرة مش كبيرة، احنا عايزينها بس تديني طعم في الشوربة. هفضل هشوح البصلاية مع الزيت لحد ما لونها يبقى شفاف، مش عايزينها تحمر خالص، احنا عايزين بس تكون شفافة وتطرى بالشكل ده. عليها هنزل بالجزراية المبشورة ناعم، والجزر يكون مبشور صغير عشان يدوب في الشوربة كده ويديني طعم حلو. عليهم هنزل كمان بحبة الطماطم وهديهم تقليبة كده مع بعض يتدبلوا. بعد كده هنزل عليهم بخليط التوابل، الكمون والكزبرة والملح والفلفل والثوم المفروم، وهقلب كل الخلطة الحلوة دي مع بعض لحد ما ابدأ اشم ريحة الثوم والخضار كله يدبل مع بعض ويعمل كأنه صوص بالشكل ده. في المرحلة دي هننزل عليه بعد كده بكل كمية الجمبري بتاعتنا، وهنفضل نقلبهم مع بعض لحد ما نبدأ نشم ريحة الخلطة، والجمبري بتاعي يبدأ كده لونه يتغير ويدي اللون الأورنج بتاع الجمبري اللي احنا عارفينه. افضلوا قلبوه بالشكل ده طبعا على نار متوسطة، كل حاجة تختلط كده مع بعض والنكهات تبدأ تظهر. في المرحلة دي أول ما الجمبري أخد اللون الحلو ده كده خلاص جاهز عشان نضيف عليه المية السخنة. في المرحلة دي لو انتوا مش حابين تعملوا شوربة تقدروا تزودوا مقدار مية صغير، كوباية واحدة بس، وتسووه تاكلوه كده عادي جدا كأنه طاجن أو تدخلوه الفرن. احنا النهارده هنعمله شوربة، فهنزل عليه بمقدار من المية السخنة تغطيلي كل كمية الجمبري بالشكل ده. هنحط الجمبري على النار لمدة 10 دقايق على نار متوسطة، ومش اكتر من كده، لان الجمبري من الحاجات الحساسة اللي لو استوت زيادة هيجلد معاكم وهيبقى هيمط كده وطعمه مش حلو. 10 دقايق كفاية جدا ان الجمبري بتاعكم يستوي كده. خلاص الشوربة بتاعتنا بقت جاهزة، ويا سلام على الريحة، بجد الريحة خطيرة تجنن. اخر حاجة بس هنضيفها وهي معلقة كبيرة من عصير الليمون ورشة من الشبت او البقدونس المفروم، بتدي ميكس حلو وطعم حلو لايق جدا مع شوربة الجمبري. وكده خلاص الشوربة بتاعتنا بقت جاهزة ان احنا نقدمها مع بعض. ولو حابين ممكن نزود شوية من الكريمة لو انتوا حابينها بالكريمة، بس صدقوني هي مش محتاجة حاجة خالص. كل النكهات والطعم بتاعت الجمبري هتحسوا بيها في كل معلقة وانتوا بتشربوها. اغرفوا الشوربة بتاعتكم في الأطباق وقدموها، بجد من أحلى الشوربات بتاعت السي فود وبتاعت الجمبري اللي هتدوقوها، مظبوطة جدا.
كل معلقة فيها كده مليانة بالنكهات، وامسكوا كده الجمبري وقزقزوه بمزاج، شوربة مزاج فعلا. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها وتعجبكم. شوربة لذيذة جدا وسهلة، وزي ما شفتوا في ربع ساعة عملنا شوربة عظمة. استنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هنعمل السمك السنجاري والبتنجان المخلل والطحينة، سفرة سي فود متكاملة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير. اشوفكم على خير والسلام عليكم.